معانا بقى دلوقتي الشوربه اهي، والمشروم استوى والفراخ استوت وبقى قوامها تحفه وشكلها تحفه وطعمها تحفه، كل حاجه فيها مستويه وفي منتهى الجمال. هنغرف بقى مع بعض ونشوف الشكل النهائي بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. حطوا كده جواها مشروم وفراخ، وطول ما انتوا بتاكلوا كده بالهنا والشفا. يا مساء الجمال على احلى متابعين. النهارده جايين بقى بحاجه للشتا ده وتدفينا وتغذينا وفي نفس الوقت حاجه جديده والكل هيحبها جدا لان طعمها ومكوناتها ممتازه. شوربه الفراخ بالصوص الابيض والمشروم والكاري. اول حاجه بنجيب، انا جربت في ربع كيلو فراخ او صدور فراخ. عايزين تعملوا نص اعملوا في ربع. الاول لما تيجوا تعملوا حاجه اول مره اعملوها في ربع كيلو. ربع كيلو فراخ وهنحطها الاول في ميه، نحط عليها معلقة ملح ومعلقة سكر ومعلقة وربع فنجان خل وليمونة معصورة، ونسيبها فيها شوية كده لغاية لما نجهز مكونات الطبخ أو الشوربة عشان خاطر تنزل أي حاجة فيها. ونجيب معانا، ده كان 200 جرام مشروم، هناخد نصهم مش هناخدهم كلهم لأن أنا جايبة ربع كيلو فراخ بس. لو انت جايبه نص كيلو الفراخ اعملي الطبق على بعض بقى 200 جرام. اول حاجه قطعت الفراخ مكعبات كده، ورحت مقطعه المشروم شرايح زي ما انتم شايفين، وحطيت طاسة زيت وجبت حلة فيها سمنة. السمنة هحط فيها الفراخ، هسوي فيها الفراخ، والسمنة الزيت هحط فيه المشروم. المكونات بتاعتي بقى مع بعض هنجيب ايه. قلنا ربع صدور تمن مشروم، كوباية كريمة، معلقة في بصلاية متوسطة مفرومة، معلقة دقيق ومعلقتين دقيق، معلقة ملح صغيرة، معلقة كاري. وكل دي هنجهزها قدامنا ونشوف خطوة بخطوة. حطينا حلة على النار، حطينا فيها السمنة وحطينا فيها البصلاية، هنصفرها كده وندبلها، وبعد كده ننزل بالفراخ عليها. وفي عندنا المشروم من الناحية التانية، هو عشان فريش بنسويه، لو جايبينه جاهز او معلب تصفوه من ميته وتدوا تشويحة على السريع، ما تسووهوش لان هو بيبقى مستوي. وبعد كده الفراخ اول ما هتلاقي لونها ابيض كده هنكون مسخنين ميه وغالين ميه في الكتل ومجهزينها. اول ما نلاقي الفراخ اخدت اللون الابيض ده ونشفت ميتها، هنبدا بقى ننزل عليها بالميه المغليه علشان خاطر دي فراخ عايزه تستوي لسه. واحط البهارات عليها دلوقتي، انا نسيت اقول لكم او نسيت احطها وانا بعمل. لكن دلوقتي انا بقول لكم قبل ما تحطوا الميه تحطوا البهارات عشان تتحمص وتدي طعم للفراخ في الاول كده. الفلفل الاسود والكاري والملح تنزلوا بيهم اهو، كان قبل الميه. انا بقول لكم المفروض كنت تحطهم قبل الميه. وبعد كده اروح نازله بالميه المغليه، طول ما اغطي عليها بقى واسيبها تغلي تستوي بقى عشان دي فراخ لازم تستوي. بعد ما غليت واستوت اهي هنزل بيها على بالمشروم عليها اهو واصفيه من الزيت بتاعه، واسيبها بقى مع نفسها كده تغلي شويه كده واغطي عليها. هنشوف مع بعض خطوه بخطوه احنا بنعمل ايه. وتعملي حاجة دافية وجميلة ومغذية. نزلت بكوباية الكريمة اهي. لو ما عندكيش كوباية كريمة ممكن تجيبي كوباية لبن، من اللبن الدسم ده اللي هو كله قشطة من عند الفلاحة، وتروحوا جايبين القشطة بتاعتها، تزودوا معلقة قشطة كمان او معلقتين قشطة. كل ما حطيتي دسم في الشوربة بتاعتك كل ما كانت مغذية وجميلة. وادي معلقتين الدقيق نزلت بيهم بعد ما غليت الشوربة وقلبت. شوربة سريعة وجميلة ومغذية وفي منتهى الجمال. بصوا بقى القوام بتاعها غلي وبقى جميل ازاي. هنشوف مع بعض بقى، جبنا نغرف ونشوف الطعامة والحلاوة دي. طعمها تحفة ومغذية وبتدفي وجديدة والكل هيحبها جدا وهشكرك عليها. ويا رب تكونوا حطيتوا لايك، واشوفكم في فيديو جديد على قناة حوادث ناين كيتشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليها بقدونس بقت تحفة تحفة تحفة. مع السلامة.